نتحدث عنها. تخيل تلك المفارقة، الجزائر وهي بعيدة عن تنظيم كأس إفريقيا 2025 لديها على الأقل 6 أو 7 هياكل رياضية من أعلى طراز، في الوقت الذي فاز به الجار بتنظيم نهائيات كأس إفريقيا، وهو لم يستطع الوفاء للهيئة الإفريقية بتنظيم هذه الكأس في تاريخها المحدد صحيح. مسبقا. اليوم الجار وهو يرمم ويبني الملاعب ولا يلتحق يعني بالتاريخ الذي قطعه على نفسه كوفاء، الجزائر من جهتها تمضي إلى الأمام وتمضي قدما لتدشين هذه المركبات الرياضية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، المشاهدين الكرام والإخوة الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. مرة أخرى الإعلام الجزائري تخرجوا بتدوينة جديدة من بعد التدشين ديالهم للملعب الجديد بتيزي وزو، وتكرروا نفس الأسطوانة السابقة على أنهم هم الأحق بتنظيم كأس أفريقيا 2025، لما أصبحوا يملكون من ملاعب عالمية بمواصفات دولية، وأن الكاف ما بقى لها سوى باش تسحب كأس أفريقيا من المغرب، لأن الجزائر أكثر استعدادا من المغرب اللي ما التزمش بالوقت المناسب للتنظيم ديالها حسب النظر ديالهم، وأن المغرب غير قادر على تنظيم كأس العالم 2030، وبأن الفيفا أعطت المغرب فقط مباراة واحدة أو مباراتين. ومن البهتان ما يبين الحسد الجزائري الكبير للمغرب اللي ما لقى سوى وضع الادعاءات الكاذبة والمغرضة اللي لا أساس لها من الصحة، واللي هي فقط كاينة في العقول ديالهم ومن وحي الخيال ديالهم. شفاهم الله من هذا المرض الخبيث الذي أصابهم. ما نطولش عليكم، نخليكم مع هذا الفيديو الجديد للإعلام الجزائري الحاسد. قبل ذلك ما تنساوش تدعموا المقطع بلايك باش ينتشر، وتخليوا الرأي ديالكم حول هذا الموضوع في خانة التعليقات. ولا عجبكم المحتوى نرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. فريد، مرة أخرى الجزائر تستفيد من أحد أكبر الأصرحة الرياضية من ملعب بمواصفات عالمية إلى منشآت أخرى محيطة بهذا الملعب. ما الذي يمكن قوله عند مشاهدة ما يحتوي هذا المركب الأولمبي الكبير؟ ما يجب أن يقال حول تدشين هذا الملعب هو أننا فضحناهم على رؤوس الأشهاد يا عماد، فضحناهم على رؤوس الأشهاد، وتحدثت على تلك الهيئة المختطفة التي تلقت اليوم. أنت قلت ثالث ملعب يدشن، أنا أقول رابع صفعة تتلقاها هذه الهيئة المختطفة من قبل العصابة الإفريقية اليوم. ونحن ندشن هذا الملعب الذي يحمل اسم ثقيل في تاريخ الثوري الجزائري حسين أيت أحمد. بثقل هذا الاسم يأتي ثقل هذا الصرح الرياضي على كل المعطيات التي يوفرها لشباب المنطقة وللشباب الجزائري عامة. اليوم منطقة القبائل تعززت بأكبر أقول ربما صرح رياضي في الجزائر من حيث الجودة والتطور وما إلى ذلك. فريق موافق للمواصفات الفيفا، يعني مواصفة الفيفا، وأيضا لمتطلبات الشباب الجزائري الراغب في ممارسة كرة القدم. كنا بالأمس القريب نعاني من شحف الهياكل الرياضية، وكانت البطولة تلعب على مضامير ترابية وأخرى مشوشبة اصطناعية وأخرى طبيعية وما إلى ذلك. اليوم لدينا عدد من الملاعب، على الأقل 6 ملاعب يعني تتوفر فيها كل الشروط الممارسة الرياضية لكرة القدم بأعلى مستوى. منطقة القبائل وشبيبة القبائل التي تلتحق بركب مولودية الجزائر، وهي تأخذ مفتاح هذا الصرح من قبل يدي رئيس الجمهورية يوم أمس. هذه خطوة أخرى تحققها الكرة الجزائرية في نهاية المطاف. ونحن نتحدى ربما الهيئة الإفريقية التي حرمتنا من احتضان نهائيات كأس إفريقيا 2025 بفضل كل هذه المرافق التي نتحدث عنها. تخيل تلك المفارقة، الجزائر وهي بعيدة عن تنظيم كأس إفريقيا 2025 لديها على الأقل 6 أو 7 هياكل رياضية من أعلى طراز، في الوقت الذي فاز به الجار بتنظيم نهائيات كأس إفريقيا، وهو لم يستطع الوفاء
للهيئة الإفريقية بتنظيم هذه الكأس في تاريخها المحدد مسبقا. اليوم الجار وهو يرمم ويبني الملاعب ولا يلتحق يعني بالتاريخ الذي قطعه على نفسه كوفاء، الجزائر من جهتها تمضي إلى الأمام وتمضي قدما لتدشين هذه المركبات الرياضية. ما أريد أن أقوله هو أن جرت العادة أن أي بلد عندما يحتضن تنظيم أي دورة قارية أو إقليمية يستفيد من تعزيز المنشآت الرياضية ليكون في مستوى ذلك الحدث. الجزائر لم تنتظر لا حدث إفريقي ولا عربي، صحيح. وذهبت مباشرة في بناء وتجهيز تجهيز وتدشين ملاعب في ظرف قياسي، يعني بين ملعب علي عمار علي لابوانت وملعب حسين أيت أحمد أسبوع بين تدشين تاريخي أقل من 10 أيام هذين الملعبين. لذلك هنيئا للشباب الجزائري بهذا الصرح الرياضي الكبير. ما نتمناه هو أن ترقى البطولة الوطنية كمستوى رياضي إلى هذه المنشآت التي وفرتها السلطات اليوم. لا حاجة ولا حجة للاعب الجزائري ولمنظمي هذه البطولة أن يتحججوا وراء غياب المرافق وما إلى ذلك. اليوم كل الظروف مهيئة، شركات ضخت في عدد من الأندية الجزائرية، الكثير من الملاعب هي اليوم تحت تصرف بعض الأندية الجزائرية. ننتظر من هذه الأندية أن تكون في مستوى النوايا السياسية التي أبانت عليها هذه المنشآت وهذه الشركات. لذلك ننتظر من الموسم القادم أن يكون في مستوى ملعب حسين أيت أحمد، وفي مستوى ملعب نيلسون مانديلا، وفي مستوى ملعب علي عمار، وملعب حملاوي، وملعب عنابة. كل هذه الملاعب وميلود هدفي أيضا. كل هذه الملاعب نشترط اليوم كمحللين أن نرى كرة جميلة ذات مستوى رفيع على هذه الملاعب التحفة في نهاية المطاف. واضح. فريد نصر بويش كما قلنا ثالث ملعب يدشنه الرئيس، لكن هذا الملعب بحد ذاته حسين أيت أحمد يعتبره الكثيرون تحفة، يعني قلما نشاهدها ليس في الجزائر فقط وإنما في إفريقيا. اولا هنيئا لشبيبه القبائل بهذا التحفه هذه، هذا الملعب الرائع او المركب الرائع. اكيد انه نظن في وقت قياسي لازم نقولها في تاريخ الجزائر، لاول مره في تاريخ الجزائر شفنا ملاعب انجزت ودشنت في رقم قياسي كما قال فريد في ظرف 10 أيام 10 أيام ملعبين عالميين. وأي ملعبين يعني؟ ملعب علي لابوانت بدويرة وملعب أيت أحمد بتيزي وزو بمواصفات عالمية كما قلت. نظن هذا الشيء ممتاز ومكسب للجزائر ومكسب الأمس أو أمس اللي في تيزي وزو لمنطقة القبائل. كل هذه الأشياء نظن الإيجابية لربما حتجعل أنه الكرة الجزائرية راح تأخذ كما نقولوا النوفال ايلون، صدير اكيد لازم تاخذ النوفال ايلون. لازم نشوفوا تطور شيخ ناصر. لازم تطور اولا انا نظن فوق الميدان. لازم اليوم الناس تتحاسب على المستوى التقني والرياضي تاع، لانه اليوم فيه اموال، فيه صفقات باموال. انا نشوفوا ربما اول مره في تاريخ الكره الجزائريه ونشوفوا اموال كما نقولوا كبيره تصرف على هذا موضوع يعني اخر سنه. لا موضوع اخر، لكن اليوم كل شيء موجود، ما عندكش انا با دغوا ليغور، كل شيء موجود. لهذا قلت لك حتى كل الفئات الكبرى الشبانيه النسويه لازم نكونوا في المستوى قاريا ودوليا. لازم خلاص ما نقدروش دوك احنا نقولوا ربما كانت ما كاش ملاعب، ارضيه الملعب ماشي جاهزه، كنا نصيبوا اسباب. اليوم ما فيش اسباب، اليوم كل شيء كاين. حتى بعض الفرق عندهم مركز تدريب، عندهم مركز. لما يكون عندك مركز تدريب وملعب عالمي، مولودية الجزائر مثلا، مولودية الجزائر، لازم الموارد البشريه تكون في المستوى. من بعده تجي اليوم ان شاء الله مولودية الجزائر اللي راح تكون في رابطه الابطال. لما لا اذهب الى ابعد نقطه ممكن. ربما احنا ما نقولوش الفوز في اول موسم بعد غياب تاع سنه، عوده الى الساحه الافريقيه، عوده الى الساحه الافريقيه، عوده الى الادوار المتقدمه، الادوار المتقدمه على الاقل نصف نهائي. اخر مشاركه مولودية الجزائر كان في ربع نهائي. اليوم نطلب يكون على الاقل يكون نصف نهائي. كل هذه الاشياء نظن انه
الوطن الجزائري قام اليوم بالمهمه تاعو، هو انجاز هذه المشاريع. اليوم ان نظن الرياضيين الكرة في مرمى الرياضيين، في مرمى اللاعبين والإداريين. أمين، تفاصيل مميزة تميز هذا الملعب عن غيره. توجد عديد الأمور المحيطة بملعب كرة القدم. ربما بعد ملعب ميلود هدفي سنشاهد مركب أولمبي آخر. نعم، أولا كما قال الشيخ ناصر، مبروك لشبيبة القبائل وجماهير شبيبة القبائل بهذا الملعب الذي يستحقونه. وبهذا الملعب أثبت مرة أخرى رئيس الجمهورية دعمه لكرة القدم، وأنه يريد أن يدعم الرياضة بشكل عام. عماد، الملعب هذا تقدر مساحته ب 58 هكتار بسعة 50,000 مقعد مغطى، ويتوفر على أرضية مغطاة بالعشب الطبيعي، وملعب خاص بألعاب القوى بسعة 6500 مقعد. يتوفر الملعب أيضا على مواقف خاصة لركن السيارات تتسع ل 3800 مركبة، وفندق يحوي 144 غرفة. وقد تمت دراسة كل التفاصيل بعناية لضمان الملعب مزين بألوان شبيبة القبائل، تمت دراسة كل التفاصيل بعناية لضمان أن يتوفر هذا الملعب على جميع الشروط اللازمة لإقامة المباريات. كما جهز الملعب الجديد بنظام الإدارة التقنية المركزية التي من شأنه ضمان السير الحسن لهذه المنشأة الكبيرة من خلال تسيير عرض الفيديوهات وكاميرات المراقبة عن بعد، والتحكم في التكييف والتهوية والإضاءة ب400 كاشف. ويندمج هذا الملعب ضمن مشروع مركب رياضي. إذا عماد، كل المنشآت التي يحويها الملعب في المستوى، يعني مستوى كما قلت مستوى الملاعب العالمية. الآن لا حجة للفرق الجزائرية ربما التي تحوز على هذه الملاعب، ومنهم شبيبة القبائل التي تقوم باستخدامات نوعية في هذا الموسم. الآن جماهيرها ستطالب بلقب. بداية كانت بمحمد أمين مدني، نعم، لاعب، ثم عبد الحق بن شيخة والحارس قايا. نعم، الآن الجماهير شبيبة القبائل تطالب فريقها بالمنافسة على اللقب الموسم القادم. يجب أن يكونوا صبورين من أجل أن تشوفش أنه كثير أنه طالب فريق عائد من لا شيء. شبيبة القبائل في السنوات الأخيرة تقريبا لا تحقق ولا شيء، سواء الفوز أمام الفرق الكبيرة أو حتى البوديوم أو حتى المشاركة في أفريقيا. أنت طالب فريق أنه يعود إلى منصة الألقاب. الشيخ ناصر ما يشاطرني الرأي، من الصعب أمين أنه طالب فريق من لا شيء أن يتوج باللقب. ليس لا شيء عماد. لما نشاهد مولودية الجزائر أين كان من الألقاب السنوات الماضية؟ لكن كان في البوديوم، يعني حتى شبيبة القبائل قبل موسمين احتلت المركز الثاني، قبل 3 أو 4 مواسم كانت في نهائي كأس الكاف. يعني شبيبة القبائل 4 مواسم يعني لم تغب كثيرا، ولكن عماد يبقى شبيبة القبائل فريق قوي وكبير. لما نقول فريق كبير يجب أن ينافس على الألقاب. وهل كيف يكون فريق كبير وهو يلعب على البوديوم؟ صحيح لا تطالبه بلقب الدوري مباشرة، ولكن حتى لاعب البوديوم الآن لديك مدرب قدير. هدف. نعم، ولكن لديك مدرب. لكن هل تملك التشكيلة؟ هل تملك اللاعبين؟ كما قلنا هم في أول استخدامات جلبوا لاعبين، يعني لاعب دولي أمين مداني، الآن جايا مرباح، وهنالك لاعبين ربما آخرين. مدرب نعم، المدرب عبد الحق بن شيخة. الآن ملعب عالمي عماد، كيف لا تطالبهم بأن ينافسوا حتى على البوديوم؟ لا على البوديوم أنا لم أقل على البوديوم، قلت على اللقب. ربما على اللقب لا. الآن المرحلة الأولى هي البوديوم. نعم، شبيبة القبائل غابت على البوديوم. أنا معك 100%. لا، شبيبة القبائل غابت على نقولوا هي لما نتكلموا عن البوديوم نتكلموا على المنافسة الإفريقية، لأنه مكان في البوديوم يسمح لك أن تكون قاريا حاضر. نعم. مشاركة قارية. لهذا نظن الأهم اليوم لشبيبة القبائل اتحاد العاصمة، شباب قسنطينة، وفاق سطيف، حتى ولو نتمنى إن شاء الله مدينة سطيف يكون عندها ملعب مثل هذا، لما لا؟ زائد مولودية الجزائر، شباب الوزداد يلعبون الأدوار الأولى. هذا يلعبوا البوديوم بكل صراحة. لازم لما نشوف هذه الفرق، وفي فرق أخرى ربما اللي ما تقدرش كما نقولوا تنافس هذه الفرق، ولكن ماديا بشريا لو تشاطر ما تقدرش، من المستحيل. لكن في هذه الست الأندية هذه الست راح يكون 3 أو 4 فوق لكن البوديوم. لو تشاطر من رأي نصرنا كما قلت له العماد، يمكن لاعب مباراة بمباراة ممكن شبيبة القبائل تلقاها تنافس على اللقب.
مثل ما فعلت مولودية لا هذا الموسم. لا بداية راح تنافس على هذا ما على أردت لقب. أن لا أوصله كفكرة، يعني أن جماهير شوف، كل الشبيبة هذا تريد لعب الأدوار الأولى أمين. وليس المشاركة. امين، كل هذه الفرق اللي تكلمنا نعم. عليهم راح تلعب المنافسة على هذا ما أردت اللقب. أن أوصله يعني كفكرة. فريد، اليوم شبيبة القبائل كما قلنا مطالبة بتحسين نتائجها محليا والعودة إلى المسار الفرق الإفريقية في دوري الأبطال، سواء في دوري الأبطال أو في كأس الكونفدرالية. لكن مكونات فريق ناجح تبدأ من الإدارة مرورا بالمدرب إلى اللاعبين. هل تملك شبيبة هذه المكونات؟ شوف، عندما تحدث أمين حول إمكانية عودة الشبيبة خلال الموسم القادم لسواء البوديوم أو للتتويجات، الهدف مشروع. لماذا؟ لأن البطولة الوطنية لا تتمتع بذلك المستوى الذي يجعل من هذا الفريق أو ذاك يسيطر على ربما تجربة شباب بلوزداد الذي سيطر بالطول والعرض على هذه البطولة طيلة 4 مواسم. في كل موسم يظهر هذا الفريق وينال ذلك اللقب، وهذا الفريق يرفع كأس الجمهورية وما إلى ذلك. الشبيبة وهي تمتلك تقاليد التتويجات يمكنها بسرعة البرق أن تعود إلى مكانها الأصلي، وهو الفوز بالألقاب، خصوصا وأن هذا الموسم اتضح من خلال يعني الميركاتو بأنها عازمة على العودة بقوة والعودة إلى مكانتها الأصلية. يعني اسم القاب ملتصق بهذا المدرب بهذا النادي. أنا أيضا أضم صوتي إلى صوت ناصر عندما توقف عند نادي وفاق سطيف، ويجب أن يحظى هذا الفريق بملعب يضاهي الملاعب التي رأيناها، لأنه ربما ثاني أكبر نادي جزائري من حيث الألقاب، وله كل الحق في الظفر بمركب رياضي وبعدد يعني سعة المتفرجين يعني نسبة إلى عدد ساكنة مدينة سطيف. لذلك نطالب أيضا بأن يحظى هذا الفريق بملعب حتى تكون الصورة مكتملة شرقا غربا شمالا وجنوبا، بعدد من الأندية هي التي سوف تكون عربة التي تجر قاطرة الكرة الجزائرية لرفع المستوى. لكن وبعيدا عن التحليل والوقوف عند الأندية الجزائرية، بودي أن أتوقف وأعود إلى هذا الصرح الذي دشنه رئيس الجمهورية. لقد يعني صفعنا هذه الهيئة المختطفة منذ عدة أشهر أو منذ سنة، عندما نظمنا الشان، وكان أرقى شان في تاريخ القارة الإفريقية بشهادة كل المسؤولين. وقد حضر أعضاء هذه الهيئة المختطفة إلى الجزائر، بدليل أن رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم استطاع أن يحضر مباراتين مختلفتين في يوم واحد بفضل في مكانين مختلفين، مكانين جد بعيدين، يعني الجزائر عنابة. حضر اللقاء هنا ثم ذهب عبر الطائرة وحضر لقاء آخر، وكان التنظيم والملاعب في قمة القمم، يعني لم تشهد إفريقيا ذلك المستوى من المنشآت حتى في نهائيات كأس إفريقيا الأولى وليس الشان. لذلك ما حصل بعد ما دعونا هؤلاء وعاينوا بأعينهم ما تختزله الجزائر من منشآت رياضية راقية، ماذا حصل في نهاية المطاف يا عماد؟ سوف ألخص لك الصورة بصورة ربما هزلية. التقى الحمار بالكلب، قدم الكلب للحمار لحما وقدم الحمار للكلب علفا، في نهاية المطاف ظل الاثنان جائعان. هذا ما حصل بين الكاف والمغرب. الكاف قدمت للمغرب تنظيم هذه النهائيات، والمغرب لم يستطع الوفاء بالتاريخ المحدد لتنظيم هذه النهائيات. في نهاية المطاف ظل الاثنان جائعان. لم يستفيد من أي شيء. لم تستفيد الكاف من اللحم الذي قدمته للمغرب، ولم يستفيد المغرب من ذلك العلف الذي قدمه للكاف، وظلت بقية القارة الإفريقية ظلت جائعة على جوع هذين الطرفين. لذلك هناك طرف ثالث يمتلك من العلف واللحم ما يغنيهم عن تلك المقايضة في الأكل. وأنا أقول في نهاية المطاف نحن نقول لهذه القارة يعني تعالوا إلى الجزائر
فبها منشآت رياضية عالمية تستطيع أن تنظم دورة في المستوى تضاهي بها بقية القارات. حكاية العلف واللحم أنا نروح بها لعند ناصر بويش. شيخ ناصر، يمكن للكافة اليوم أن تخجل من قراراتها. لا أحد يتمنى أن يكون في مكان قارة هيئة منحت قررت عدم منح كأس أفريقيا للجزائر الجاهزة بلا حدث. يعني نحن جاهزون بلا حدث. الجزائر اليوم تمتلك ملاعب ومنشآت ومطارات بدون أي حدث كروي. نحن فقط ننتظر بداية موسم كروي فقط، هي بطولة محترفة مقارنة ببلد سيحتضن كأس أفريقيا والملعب الكبير هناك في المغرب قيد الإنجاز. يعني حكاية العلف واللحم حتى ولو يعني تقريبا قال كل شيء، لكن حتى في التوقيت جعل أن هذا كان في حرج في التوقيت. رزمنا اتحاد الكان في ديسمبر، في جانفي، في الصيف. رجل الكان في 2025 والرأس في من بعد قال لك مباريات فيه منافسات أخرى عالمية. دخلنا في جدال ربما ما عندوش نهاية. حتى تنظيم الكأس بين تنزانيا وكينيا وأوغندا اللي نظن كان 27 الى الذاكره. كينيا نظن انه كينيا لا تملك لا، بس شوف كيفاش اليوم بدون ملف. لما تشوف المنشآت اللي نقولها بكل صراحه ماشي بشوفينيزم كي نقولوا لك جزائري نتكلم اليوم الواقع واش موجود. واش لما تشوف ميلود هاتفي، تشوف قسنطينه، تشوف عنابه، مونديلا، علي لابوينت، ولا 5 جويلية ولا هذا تقدر تحتضن بكل. حتى ولو موتسيبي لما حضر الشان قال لك لاول مره شاهدنا منافسه ماشي الكان، هي الشان ثاني منافسه في افريقيا في اجواء عالميه. حتى ولو مجرد كلام احنا تكلمنا هنا انا ذاك في ذاك الوقت. لا تريد من الكره الافريقيه ان تتطور وتصل الى مراحل هذه هي حقيقه، لكن حقيقه كبيره يعني. تريد مشاهده المنتخبات الافريقيه تلعب في ملاعب غير صالحه للعب. تريد من المنتخبات الافريقيه ان تعيش يعني كابوس في البلد الذي سينظم كاس لا وهم شفنا في الطوغو ماذا حصل، شفنا في الكاميرون، شفنا لما الاعلام العالمي يتكلم على ربما اشياء غريبه يقول لك هذا هما الاجواء الافريقيه لازم تتاقلم معهم. لا، كره القدم تطورت. انا شفنا اليورو، انا شفنا كوبا امريكا باش حسنوا جابوا منتخبات من خارج الكونميبول تاع الكونكاكاف باش يشاركوا باش يزيدوا يرفعوا من المستوى. الناس تطور ونجحوا اكيد. لما تشوف هو كما نقولوا ريبيتيسيون تاع كاس العالم، شفنا اجواء رائعه في كوبا امريكا. نظن هذه حل من الحلول. لما تشوف انت بلد اليوم مثل الجزائر والحمد لله اللي عندها ملاعب مثل هذه ومفخره لينا احنا ديجا محليا. لهذا اقول لك انا الاهم انا لي هو رفع مستوى الكره الجزائريه المحليه. من بعد نشوفوا كيفاش نقدروا ندخلوا في اجواء قاريه. حتى لو فيه الانديه تاعنا من الصعب اليوم في الوقت هكذا قصير انه نتكلم على تتويجات افريقيه، لان في تتويجات افريقيه فيه تقاليد، فيه انديه لهذه الكؤوس الافريقيه تاعها، ما عدا استثنائيا نظن اتحاد العاصمه اللي عارف كيفاش يفوز بلقبين في 3 أشهر. لكن من الصعب ان المنتخبات الانديه الجزائريه أن دير انجاز من اتحاد العاصمه. لكن كل شيء موجود، كل شيء متوفر. وانا نظن يشترط على الانديه الجزائريه والمسؤولين على الكره الجزائريه على راس الانديه خاصه وعلى راس الاتحاديه حمايه الانديه، لا من رفع المستوى التنظيمي، رفع المستوى زائد لا مستوى الفني لأنه الأندية الجزائرية شفنا أنه عندها رغبة باش تكون ضمن مصاف الكبار في افريقيا. شفنا اتحاد العاصمه كيف فاز على نادي القرن الاهلي المصري، لكن عندما لا ترافق هذه الانديه، لا ترافقها يعني دبلوماسيه رياضيه. لا اكيد الدبلوماسيه الرياضيه هي جزء من لا تستطيع عندك منشآت عالميه مثل هذه وما عندكش دبلوماسيه رياضيه. هذا من المستحيل. ما عندكش الاثنين يمشوا مع بعض. يعني اليوم هذه لازم يمشوا مع بعض باش تقدر ربما
نسيطروا في وقت قصير ولا على المدى المتوسط ولا على المدى البعيد على هذه الكرة قاريا. واضح. ناصر بويش. امين. مستضيف كأس افريقيا المقبلة لو نشاهد كيف يتخبط بسبب عدم الجاهزية، واكثر من ذلك دفع الكاف الى برمجة هذه المسابقة كما قال ناصر بويش في توقيت محرج لهذه الهيئة، وأنت دارك ومتابع للمسابقات التي ستبرمج في تلك الفترة. بالمقابل شاهدنا معا ما الذي تحوزه الجزائر من منشآت عالمية. من العيب ومن المخجل ومن المخزي أن تتصرف هذه الهيئة بكل أو تتخذ كل هذه القرارات، وما الذي نشاهده اليوم منافي تماما لما خرجت به الكاف. اولا الجزائر جاهزه منذ بطوله الشان عماد. جاء هنا موتسيبي وشاهد كل المنشآت وكل الملاعب، حتى اضيف لك بعض الملاعب مثل ملعب سيك بمعسكر يمكن ترميمه ويصبح ملعب جاهز. هنالك عديد الملاعب، ولكن الهيئة الإفريقية الآن أثبتت أنها متحيزة إلى المغرب، ليس فقط من هذه المرة ولكن في قضية اتحاد العاصمة أيضا. الآن سنشاهد إن كانت أندية المغرب ستلعب بالخريطة الوهمية في قادم المسابقات. إذا انتظار قرارات الطاس. نعم، اختطاف الهيئة من قبل المغرب ربما أمر تجاوزناه، لأننا نشاهد الآن الجزائر بملاعب عالمية. لماذا لا تنقذ الجزائر الكاف وتنظم هذه الكأس الإفريقية؟ لماذا لا تتجه الكاف لهذا الأمر؟ المغرب الآن لما تحدد البطولة في شهر ديسمبر، هل تعتقد أن الأندية الأوروبية ستترك لاعبيها في بداية موسم؟ هذا سؤال أيضا. نعم، هل اللاعب هل هو ستكون له رغبة في الالتحاق بمنتخب بلدانه؟ في السابق كنا نقول أن اللاعبين لا يريدون الالتحاق بمنتخباتهم من أجل المشاركة بانتظام مع أنديتهم. بعدها صارت الأندية تطالب لاعبيها بعدم الذهاب. الآن الكاف وضعت الأندية الأوروبية واللاعبين في حرج. كيف الآن ما هو هناك حديث عن مقاطعة رابطة الأندية الأوروبية. تخيل هذه الرابطة لما تقاطع البطولة الإفريقية، تخيلها، لا يأتي أي لاعب. هل تصير بطولة الكان شان؟ هل يمكنك لعب البطولة بدون لاعبين محترفين؟ هل يمكن للاعب وقع في نادي جديد بعقد ربما كبير وبطموحات كبيرة بعدها يأتي إلى إفريقيا من أجل الإصابة ومن أجل أن يترك مكانه للاعب آخر؟ هنالك منافسة شديدة في أوروبا عماد. الآن المغرب ليست جاهزة، ملاعبها 60% ليست جاهزة، هنالك ترميم لعديد الملاعب. حتى هنا كيف المغرب حازت حتى على مباراة أو مباراتين في كأس العالم 2030 وهي غير جاهزة أيضا. الآن سؤال يبقى مطروح، لماذا الكاف توجهت إلى المغرب في سابقة؟ هي لم تؤجل أي بطولة لأي بلد في التاريخ. لماذا التجأت إلى أن تؤجل هذه البطولة إلى المغرب متحججة بكأس العالم للأندية 2030؟ الآن سؤال يبقى مطروح، هل رابطة الأندية خاصة في أوروبا ستقاطع هذه البطولة التي تم تحديد موعدها في 21 ديسمبر على ما أعتقد؟ إذا عماد الكاف كل هذا بسبب قرارات الكاف. نعم، الآن الجزائر جاهزة، إن أرادوا نحن جاهزون لتنظيم البطولة من كل الجوانب، ملاعب، بنى تحتية، إعلاميا، فنادق، نحن جاهزون، الجزائر جاهزة.